انا تقييمي للجهاز الفني، انا قلت له وانا معاك في الحلقه، قلت لك الجهاز الفني عمل يعني خيبه للامل للكره المصريه، عدم وصوله الى كاس الافريقيه ومش هوصل للنهايات. فبالتالي انا تقييمي لهذا الجهاز لم ينجح يعني. نعم. فشل ذريع. ان زي ما قلت لك المحطتين اللي هو جاي عشانهم ما لهمش، ده احنا ما وصلناش لكاس الامم، ثم النهارده بنخرج طبعا بنتيجه 7-3. نعم. يعني نتيجه اجماليه 7-3، نتيجه كبيره. فانا شايف ان الجهاز يعني بنقول له شكرا على الفتره السابقه. نعم. ونتمنى ان شاء الله باذن الله للمرحله القادمه اعداد جيد ويكون للمدرب المصري دور مهم جدا زي ما كان في السابق. ان شاء الله باذن الله في اللاحق يبقى له دور مهم ان شاء الله. كابتن، انت قلت لي او حضرتك قايل الخبر ان برادلي لا يستحق التكريم. يعني هذا الرجل الحقيقه واحد من الناس، انا اذا كنت بتكلم على الناحيه الفنيه فانا من حقي ان انا انتقد واقول لا او اقول من حق حضرتك، ولكن انت مش شايف ان الراجل ده بشكل شخصي راجل محترم ويستحق مننا الحقيقه ان هو قعد معانا السنتين اللي فاتوا في ظل هذه الظروف الصعبه، يستحق مننا على الاقل تكريم؟ انا وجهه نظري بتكلم عن الناحيه الفنيه، عن الناحيه الفنيه مش الانسانيه. احنا مش وزاره الشؤون الاجتماعيه. نعم. احنا رياضه وعاوزين ننتج. من الناحيه الفنيه لم ياتي بجديد، لا في طريقه ولا في اسلوب ولا في انجازات ولا في اي حاجه خالص. فبالتالي انا اكرم واحد عمل، اما اكرم برادلي وما عمل ايه في حسن شحاته. نعم. يعني انا اعمل ايه في حسن شحاته النهارده لما اجي اكرم برادلي دلوقتي؟ هو يعني بدي يعني 4 سنين، انت بالك هتبقى كمان قدامك 4 سنين كمان عشان توصل كاس العالم، فبتبعد مصر كمان 4 سنين تاني. نعم. فبالتالي احنا انا بتكلم على واقع التكريم والحاجات دي كلها شكليات. انت ممكن تعمل له قعده اسمها قعده يكون فيها رئيس الاتحاد والمشرف على المنتخب الاول والسلام عليكم وعليكم السلام، لكن تكريم ده لا. ليه؟ يعني عاوز اعرف ايه السبب، يعني عشان قعد معانا وخد فلوس؟ ولكن في الفتره الاخيره يا كابتن حماده، يعني مستر برادلي في اخر مؤتمر صحفي قال ان الاتحاد ما وقفش معاه. لا، انا سامع القصه، قال لك انا اتحمل مسؤوليه كامله واللعيبه عندي، انا مش عند اللعيبه ولا اتحاد الكوره ولا حاجه خالص. هو تحمل نفسه المسؤوليه. اعتقد هو طبعا يعني هو كان واقعي فيه، يعني كان صادق فيه، وانا ما بقللش من مصداقيته، لكن انا بقول هو ما كانش غير منتج او غير مفيد لكره القدم المصريه. طيب